السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم كامل ملاح، ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم جيت نطلع عليكم فيديو خفيف ظريف. اول فيديو ليا في القناه في العام الجديد هدايا. جو vous souhaite البنات ان شاء الله beaucoup de bonheur, beaucoup de joie ان شاء الله, et beaucoup de réussite ان شاء الله pour tout le monde. ان شاء الله كل حاجه ما حققتوهاش في لاني بريسيدونت تحققوها ان شاء الله في هاد لا نوفيل اني ان شاء الله، وان شاء الله تكون فاتحه خير علينا كاملين. كما راكم تشوفوا البنات، اليوم راح نديروا الوافل او لي غوفر. راح نديروهم بطريقه سهله جدا، وراح نعطيكم حاجه بسيطه جدا اللي تخليكم تنجحوا فيهم من اول مره. هاد الوصفه هذه البنات بزاف سهله وما فيهاش كامل دي كومبليكاسيون، مقادير بسيطه جدا وتنجحوا فيها من اول مره. نبداو في المقادير على بركه الله. هنا عندي 120 غرام تاع الفارينه، 30 غرام تاع الزيت، عندي 13 غرام تاع السكر، 7 غرامات تاع لا ليفور، حبه بيض بوزن 50 غرام، عندي 15 غرام تاع لافاني، وعندي 72 غرام تاع الحليب. لافاني نكتروا فيها شويه البنات باش يعني تروح لنا هذيك الريحه تاع البيض. هنا شوفوا واش درت البنات. هذيك الفارينه كنت حطيت فيها قرصه تاع الملح، حطيت لا ليفور ديالي 7 غرامات، زدت لها لهنايا السكر ديالي، ومن بعد راح نضيف لها لافاني. قلت لكم لافاني من الاحسن تستخدموا لافاني اللي تكون قويه باش تروح لها كامل الريحه تاع البيض. انا هنا استعملت لافاني غوس دو فاني، هي جايه بودغ مي بصح الريحه تاعها بزاف قويه. نتوما تقدروا تستعملوا تانيك ليكستري يقتل لكم كامل هذيك الريحه تاع البيض. هنا استخدمت 15 غرام. كي نخلط كامل المواد الجافه، نزيد لها المواد السائله، الزيت، البيض والحليب. هذا ما كان البنات وش فيها لا غوسيت، مي بصح لا غوسيت تاعنا البنات فيها استوس اللي راح نوريها لكم في الطياب تاعها باش تشوفوا كيفاش تقدروا يجوكم هكذا كروستيون ويجو تانيك بزاف بنان، ما يجوش معجنين لداخل. راح نوري لكم كيفاش طيبوا لي غوفر يعني بالتفصيل. هنا شوفوا البنات، ضفت لها مباشره الحليب وخلطتها. ما تخلطوش بزاف البنات، يعني ماشي حتى يعني ترجعوها سايله، جوست هكذا غير شويه لو طون اللي يتنحاو برك هذوك لي غرومو ولا باغي تاعنا تكون واجده. هذا ما كان البنات. راكم تشوفوا بلي طريقه تاع كيفاش تخدموها سهله بالبزاف، ما تحتاجوا لا باتور لا بيتران لا حتى حاجه. وصفه سهله تقدروا تحضروها في دقيقه. وشنو هو برك لازم توزنوا المقادير، والوزن تاع الحبه تاع البيض يكون 50 غرام. يعني عطيتكم كل حاجه بالتفاصيل، تحبوا تزيدوا تحبوا تنقصوا كما تحبوا. هذه الكميه هذه البنات تخرج لكم 6 حبات ني زياده ني نقصان هكذا البنات. المهم البنات دوكا راح نوري لكم كيفاش طيبوهم. اول حاجه لازم لاغوفريير تاعكم تكون سخونه، تخلوها حتى تسخن مليح، ما ديروا لا زيت لا زبده لا حتى حاجه. مباشره مور ما تسخن تحطوا لاباري تاعكم هكذا، تعمروا مليح هذيك لاغوفريير تاعكم. ما تخلوش كامل هذاك التقابي يبانوا، لازم تعمروهم كامل. ما تعمروهاش خشينه بزاف، جوست لازم هذوك تقابي ما يولوش يبانوا. هذا ما كان عمروهم بهذه الطريقه هذه. شوفوا ديجا تلمون كو راهي سخونه، غير حطيت لاباري ديالي بداو يخرجوا هذوك النبولات. وانا شوفوا البنات ما سنيت عليها ما حتى حاجه، خدمتها من طيبتها من ما تسنى وما حتى حاجه. تم طيبوها، يعني ما تخلوها لا تريح لا حتى حاجه. لاباري هذه البنات تقدروا تخلوها في الفريجيدار طيبوها غدوه من داك كيما تحبوا. تقدروا ميم لي غوفر تستحفظوا بهم في الكونجيلاتور.
بالنسبه لا كويسون تاعهم البنات كل ماشينه وكيفاش، كاين اللي 4 مينوت، كاين اللي يروحوا حتى ل 5 مينوت على حساب لاباري تاعكم. شوفوا البنات لو سكري تاعهم وشنو، لازم هذاك الماء اللي فيهم كامل يخرج. دوكا نتوما غير تحطوا لاباري تاعكم راح تشوفوا بلي هذاك الغلاق اللي فوق اللي من الفوق راح يطلع شويه ويبدا هذاك الماء كامل يخرج. نتوما في لي دو بروميير مينوت ما تمسوش لاباري تاعكم حتى تحمر من جهه الاولى، من بعد باش تقلبوهم وتزيدوا تحمروهم من الجهه الثانيه. لو سكري تاع البنات انه هذاك الماء لازم كامل يخرج، كامل يتبخر. لو كان ما يخرجش هذاك الماء اللي فيهم الداخل راح يبقاو معجنين وما يجوش مقرمشين، باسكو لي غوفر لازم يجو مقرمشين ما يجوش عجينه. باش تحصلوا هذيك على هذيك لا تيكستور لازم تخلوا لا غوفريير تاعكم ترفدها الخميره كي تخمروا هكذا باسكو يطلعوا شويه، يخلوا اسباس. هذاك الاسباس هو اللي حيخرج هذاك الماء كامل. كيما شفتوا في لا فيديو لي بوردور تاع لا غوفريير كانوا كامل معمرين بالماء. وهنا البنات كيما شفتوا بعد ما كملت طيبتهم كامل راح ندير لهم دغيساج تاعهم. هنا تقدروا ديروا واش تحبوا، تحبوا توفيا كراميل، معجون، بيسكوف، واش حبيتوا. ولا تقدروا مام تحطوا معاهم هكذا جوست معجون، عسل، زبده، ولا ديروا لهم سكر غلاس من الفوق. يعني نعطيكم دي زيدي كل واحد كيفاش يحب يقدمهم، كان اللي يحب يديرهم في المناسبات، كل واحد واش يحب يدير. انا نفضل اني نقدمهم مع نيوتيلا و لي فروي. نيوتيلا نغلق لا بواط تاعها تري بيان ونحطها في الماء سخون حتى تذوب كامل، من بعد نستعملها بلا ما نحيها من العلبه تاعها ما حتى حاجه، نخليها هكذاك نديرها في الماء سخون، من بعد نجي نزين بها هكذا من الفوق غير بلا كويير، وتبداو ديروا هذوك لي تخي هكذا من الفوق. بون انا نعطيكم كفكره، تحبوا مام تقطعوهم بتي كارو، تعمروهم بالشوكولا، تقدموهم في هكا دي بتي دي فيرين، ديروا واش تحبوا. هاد لي تروك كما يقولوا كل واحد يلفي جوي لا كرياتيفيتي تاعو، كل واحد واش يحب يدير. انا حبيت ندغيسيهم في اون اسيات مع لا فريز و لي ميرتي، وراح نحط معاها لا كريم فاني كيما يقدموهم في لي ريستو. هكذا يقدموهم تجي بزاف شابه، سورتو كي تكون لاسيات بيضه اون اسيات شابه، الخدمه تاعكم راح تخرج بزاف شابه. شتوني هذيك لا فريز عاود رجعتها بنت لي كبيره، ديت واحده صغيره عليها، خليتها بالورق تاعها باش هذاك لو فيغ يمد لها شويه ليكلا لهذيك لاسيت. وهنا حطيت في الكوتي حطيت ميرتي وحده، بون كنت نحط زوج، من بعد ما عجبنيش خليت غير وحده. وهنا حطيت غلاس فاني بلا كويير كيما يديروا في لي ريستورون، باسكو ما يقدمولكش هكذا اون بول، غير شويه بلا كويير. وفوالا، وهذا هو لو دريساج فينال. انا حطيتهم هكذا مع البيبسي، تحبوا تقدموهم مع لي جو، تحبوا ما مع كابوتشينو، كراميل، تو سكو فو فولي، الحاجه اللي حبيتوها قدموها معاهم. ان توكا لي غوفر يمشوا مع كل حاجه، سي افو دو فوار كل واحد واش يحب. سورتو اذا كانت عندكم هكذا اون بيتيت ريسبسيون وما عندكمش بزاف الغاشي ولا هكذا مام ليكم نتوما في الداريتو، تخرج لكم يعني حاجه بزاف بنينه، وسورتو حاجه شابه وحاجه كامل يحبوها، الكبار الصغار تو الموند جو بونس يحبوا لي غوفر، سورتو مع لا غلاس فاني تزيد فيها البنه. وحنايا قضينا عليهم ما خلينا فيهم والو، تحامينا. ان توكا البنات ان شاء الله تجربوا لا ريسيت هذه وتبعتوا لي في الانستغرام،
واللي يحبوا يطلبوا النيميرو تاعي باش يتواصلوا معايا. للاسف انا مانيش في الجزائر، دونك تواصلوا معايا في الانستغرام احسن. نخلي لكم الانستغرام تاعي البنات في صندوق الوصف، اللي حب يتواصل معايا هكذا تجيه سهله. دوكا البنات ما بقى لي غنقول لكم تبقوا على خير، وان شاء الله نتلاقاو فيديو ما خير بحول الله. ومن لهداك الوقت البنات كالعاده والعوايد نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه.